هو في فضة بقى لونها أصفر؟ ازيكم عاملين ايه؟ أخباركم؟ أنا جاي النهاردة أرد على السؤال إن هل في فضة دلوقتي بقى لونها أصفر وبقى لونها روز جولد اللي هو نحاسي ولا لأ؟ تعالوا بينا نشوف. انا جبت شويه انسيالات. طبعا باين قوي ان الانسيالين دول مصري، والفرق بينهم باين طبعا زي ما فهمتكم في الفيديو اللي فات. تمام. احنا مش عارفين لسه الانسيال ده ازاي لونه اصفر. نفس الكلام برضو الانسيالين دول لونهم روز جولد. روز جولد اللي هو النحاسي، لون النحاس. بصوا السلسله بتاعته عامله ازاي، لونها نحاس، تحس ان هو لونها نحاس. تمام. اوكي، انا فاهمكم دلوقتي كل حاجه. الشغل ده عامه دول مش دول كلهم ايطالي. ده كل الشغل ده اسمه فضة ايطالي. تمام. ده طبعا الشغل المصري اللي احنا عارفينه اللي هو لون الفضة الطبيعي. لون الفضة الطبيعي بتاعه ودمغته باينة جدا 925. تمام. نفس الكلام برضو ده الدمغة بتاعته ظهرت 925. تمام. فدول عارفين ان هم دول انسيالين مصري عادي خالص. تمام. اوكي، طب نركز بقى في الايطالي اللي هو الاصفر والايطالي اللي هو اللي لونه نحاسي. الحاجات دي ايه نظامها؟ هل في فعلا حاجات زي كده؟ طبعا افضل الايطالي المطليه بلاتين ابيض، معروفه جدا. دميتها برضو اهي باين انها فضه وكل حاجه فضه ايطالي، باينه جدا انها فضه ايطالي بس مطليه بلاتين. مطليه بلاتين. الفضه الاصفر الصفرا بقى دي برضو تبقى فضة بس مطلية دهب. مطلية حاجة اسمها دهب. الدمغة بتاعتها اهي برضو دمغة بتبقى فضة برضو بس مطلية دهب. تمام. نفس الكلام في الانسيال ده. الانسيال ده برضو اهو دمغته اهي، دمغته ظاهرة قوي 925 مكتوبة، ظاهرة قوي دمغته. وده مربع مطلي ذهب، كورة مطلية نحاس، كورة مطلية فضة، مربع مطلي روز نحاس، وكورة مطلية ذهب. يعني هي كل حاجة مطلية حاجة. فالشغل ده طبعا استحالة يتعمل في مصر عندنا. الشغل ده كله ايطالي. الشغل الطلع ده كله اللي هو ده وده وده والشغل ده كل ده ايطالي. الكلام ده احنا ما ينفعش ننفذه عندنا، ما عندناش مكان في مصر ينفذ الشغل ده. تمام. نفس الفكرة برضو ده الشغل النحاس او الروز جولد. الدمة بتاعته برضو بتبقى ظاهرة عند القفل. تمام. نفس الفكرة برضو ده الانسيال ده النحاس، لونه نحاسي اهو بس هو مطلي روز جولد، هو معدنه فضة. المعدن بتاعه فضة بس نحاس، لونه نحاسي. تمام. طب في بقى ناس كتير بيسالوني ايه، طب علي هو احنا ممكن نطلي حاجات مثلا مصري زي دي كده، نطليها نخليها لونها ذهبي هنا كده، او بلاتين او نحاسي كده اللي هو روز جولد زي ده كده، يعني دول ينفع نخليهم زي دول كده؟ هقول له ينفع بس مش هتبقى نفس الجوده. يعني الطلا البلاتين هيبقى بيلمع زي دي بس مش هتقعد نفس المده اللي بتقعد فيها الانسيالات الايطالي. الانسيالات الايطالي دي بتقعد مثلا ايه، ممكن سنه سنتين 3 سنين حسب الاستعمال. لو استعمال كويس بتحافظ على البلاتين بتاعها قوي. البلاتين بره لما يطلي، عندنا في مصر هنا بتقعد 6 شهور وخلاص ويروح على طول يرجع لون الفضه الطبيعي. نفس الفكره برضو. الذهب لما بنطليه ذهب بيطلي كده زيه برضو، بس بيبقى فاقع شويه، يعني لون اصفر جامد قوي اللي هو عامل زي الذهب ال21 والحاجات العاليه قوي دي. بيبتدي كده برضو عندنا بس برضو بيقعد له 6 شهور، سنه بالكتير قوي. اما انسيال زي ده كده ده ما نقدرش احنا عندنا في مصر نطليه اصلا، اللي هو كوره وكوره كوره. احنا بننزله حاجه اسمها بانيو ذهب او بانيو بلاتين او بانيو نحاس. ننزله ونطلعه ياخد طلع ويرجع. فاحنا ما نقدرش نطليه الطلع الشغل ده كوره وكوره وكوره، الكلام ده استحاله عندنا نعمله. تمام. نفس الكلام برضو ده احنا نقدر نطلي الكلام ده كله نحاس، روز جولد ونحاس عادي خالص بنطليه مفيش مشكله. نفس الفكره برضو نطلي اي حاجه من دي نحاس، بس الطلع برضو بيقعد له 6 شهور سنه عشان الطلع هنا ضعيف مش قوي، مش زي هناك. هناك بيحطوا خامات او حاجات تانية مع مية الذهب او مع
ميه البلاتين احنا عندنا ما نقدرش نعرفها اصلا، هما بيعملوا ايه اصلا عشان يطلوها كده. فدي الفكره. وكده كنا الحلقه خلصت وفهمنا ايه هو الفضه الاصفر، الفضه الصفراء، وهي الفضه النحاس اللي هو لونها نحاسي، وطبعا الفضه اللي هو مطليه بلاتين، ولون الفضه الطبيعي ده. اولا واخيرا ده يا جماعه لون الفضه. كلمه فضه جايه من لونها، فضه لونها فضي، فضي ده لونها اساسي، زي الذهب لونها ذهبي، ده لونها الاساسي عامه. وشكرا كده اكون خلصت حلقتي، ومتنسوش تدعموني وتعملوا سبسكرايب، ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت. وشكرا.